إيش لم الشامي على المغربي؟ رغم إنه سؤال تعجبي مش محتاج لإجابة، يعني اللي بيسأله بيتعجب من اجتماع نقيضين، إلا إننا النهارده هنعرف إجابة السؤال، واللي هنلاقيها في وكالة الغوري في القاهرة، واللي وراها قصة عجيبة. ما تيجوا نعرفها. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا. النهارده في يميش رمضان حكايتنا مع وكالة الغوري، المبنى اللي كان بيستقبل تجار من الهند والصين وأوروبا وأفريقيا واليمن وتركيا، ناس مختلفة في كل حاجة، في اللغة والدين واللون والعادات، لكنهم كانوا بيجتمعوا في فناء واحد وتحت سقف واحد، المبنى اللي بيعلمنا ان التعايش مع المختلف عنك ممكن. ونصلي على النبي ونحكي الحكاية. هنرجع بالزمن لسنة 1516 ميلادية في قلب القاهرة التاريخية، وتحديدا في شارع المعز، علشان نشوف بطل قصتنا تاجر الحرير الشامي تقي الدين الحلبي في زيارته السنوية للقاهرة بغرض التجارة، وهو لسه واصل وكالة الغوري، واللي بتقع ضمن مجموعة السلطان الغوري المعمارية الضخمة في شارع المعز، واللي بتضم مسجد وقبة الغوري والسبيل والوكالة والكتاب. تقي الدين وصل الوكالة وافتكر أول مرة من 12 سنة لما جه الوكالة بعد إنشائها مباشرة سنة 1504، وانبهر بجمالها. وقف قدام المدخل، الباب الحجري الضخم اللي منحوت عليه كتابات كوفية بتقول: أنشأ هذه الوكالة المباركة السلطان الملك الأشرف قنصوة الغوري. دخل تقي الدين من الباب إلى الفناء الواسع اللي بيتوسط الوكالة، ومفتوح للسماء، وفي وسطه نافورة وحواليه عقود وأعمدة شايلة 5 طوابق، وده كان رقم نادر جدا وقتها في الوكالات المملوكية. والأعمدة دي بتميز الطابقين الأرضي والأول، واللي هم عبارة عن محلات في الدور الأرضي ومخازن في الدور الأول، وشايلين 3 طوابق سكنية عبارة عن غرف فندقية للتجار، وكل غرفة فيها مشربية خشبية بتسمح بدخول الهواء والضوء، وفي نفس الوقت بتحفظ الخصوصية. والبوابة كانت بتتقفل بالليل عشان تأمن التجار وبضاعتهم. الوكالة في العصر المملوكي كانت فندق تجاري، مكان بيستقبل التجار الأجانب اللي جايين من كل بلاد العالم علشان يتاجروا في القاهرة، وبتوفر لهم 3 حاجات أساسية: مكان للتجارة، ومكان لتخزين البضائع، ومكان للإقامة. ونرجع لصديقنا تقي الدين الحلبي وهو واقف في فناء الوكالة وعينه على التجار الكتير اللي موجودين. ده تاجر مسلم من اليمن بيبيع البخور واللبان، وده تاجر مسيحي من الشام بيتاجر في الأقمشة، وده تاجر يهودي من البندقية اللي هي إيطاليا حاليا بيتاجر في الأسلحة، وده تاجر هندوسي من الهند بيعرض الحرير والتوابل، وده تاجر بوذي من الصين بيبيع الخزف والشاي، وتاجر أفريقي بيبيع العاج والذهب. لكن صاحبنا بيدور في الموجودين على شخص بعينه، وفجأة بيبتسم ويفرح وينادي على صديقه عبد الرحمن الفاسي، تاجر الجلد والعطور المغربي اللي بيجري عليه وياخده بالأحضان. الاتنين غرباء، ولا بينهم دم ولا بينهم لغة واحدة كاملة، لكن بينهم حاجة تانية: 3 سنين عشرة في نفس الفناء. وهنا بيظهر صديقهم الشاب بركات المصري تاجر الحبوب، اللي بيضحك ويقول لهم: ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ ويضحكوا ال3 ويقعدوا يتكلموا في نفس الوكالة، في نفس الفناء، في نفس الوقت. كان في ناس مختلفة تماما في كل حاجة، في الدين، في اللغة، في اللون، في العادات، في الأكل، لكنهم كانوا بيعيشوا مع بعض في سلام، بيتاجروا، ياكلوا، يتكلموا مع بعض. وإزاي ده كان بيحصل؟ كان في قواعد بسيطة بتحكم الوكالة. أولا، الاحترام المتبادل، كل واحد يحترم معتقدات الآخر وعاداته، محدش يفرض معتقداته على حد. ثانيا، المصلحة المشتركة، كلنا هنا عشان نتاجر ونكسب، التجارة بتجمعنا. ثالثا، العدل في المعاملة، الميزان واحد للكل، محدش يغش حد بسبب دينه أو لونه أو جنسه. رابعا، الأمان للجميع، الوكالة بتحمي الكل، مفيش تمييز ولا اضطهاد. طب والنتيجة؟ سوق نشط وتجارة رابحة وتعايش سلمي. السلطان قنصوة الغوري اللي بنى الوكالة دي كان راجل فاهم، كان عارف ان القاهرة لو فتحت ابوابها للتجار من كل انحاء العالم بغض النظر عن دينهم او جنسيتهم، ده هيعود بالنفع على مصر. فبنى الوكالة دي وقال للتجار من كل مكان: اتفضلوا، القاهرة بتستقبلكم. وفعلا القاهرة في عصره كانت من اغنى مدن العالم.
ونرجع لأصدقائنا الثلاثة اللي بيجي لهم في الوقت ده خبر مقتل السلطان الغوري في معركة مرج دابق ضد العثمانيين، واللي بمقتله هينتهي العصر المملوكي في مصر. طبعا خبر زي ده كان كفيل بانه ينشر التوتر في المكان. الليل بينزل والكلام في السوق بيقول ان الاضطرابات جايه، واول ناس هتتضرر الغرباء. تقي الدين الحلبي كان معاه صندوق ذهب يقدر يهرب قبل ما الدنيا تولع، لكنه عارف ان صاحبه الفاسي مديون لتجار كبار في السوق، ولو الامور ساءت هيتحبس. القرار صعب، الهروب امان والبقاء مخاطره. قبل الفجر بنشوف تقي الدين الحلبي بينزل فناء الوكاله وبيقف مع عبد الرحمن الفاسي، وبينضم لهم صديقهم بركات المصري. من غير خطب طويله ومن غير مواعظ، الحلبي قسم الذهب لنصين، نص معاه ونص سابه امانه عند صديقه الفاسي يسدد بيه ديونه لو حصلت فوضى، وبركات المصري كان شاهد على كده. طب ليه تقي الدين عمل كده؟ علشان في كل صباح كانوا بيشربوا قهوه سوا، علشان كل يوم كان الفناء بيجمعهم، علشان الاحتكاك اليومي رغم الاختلاف خلق ثقه بين التجار. وكالة الغوري بتعلمنا حاجة بسيطة لكن عظيمة: لو في ناس مختلفة في كل حاجة، في الدين واللون واللغة والجنس، ممكن يعيشوا مع بعض في سلام في ظل احترام الاختلاف والمصلحة المشتركة اللي بتجمعهم والعدل في التعامل والأمان للجميع. الفناء في نص الوكالة ما كانش ديكور، ده كان مساحة لقاء، مساحة مشاركة، مساحة مراقبة. مش مراقبة بغرض التجسس على بعض، لكن بغرض إننا نعرف ظروف بعض ونساعد بعض. العمارة هنا كانت بتمنع العزلة، لكن النهاردة الاختلاف بقى سبب للصراع. بقينا نختلف فنتخاصم، نختلف فنشتم، نختلف فنلغي بعض. على السوشيال ميديا تحديدا كل واحد ماسك ميزان لوحده يوزن الناس على مقاسه. لو واحد فكره مختلف نهاجمه، لو دينه مختلف نحاكمه، لو لونه أو بلده مختلفة نسخر منه. حتى في الكورة تشجيع أندية مختلفة بقى سبب للقطيعة، والنتيجة إيه؟ مجتمعات منقسمة، كراهية، عنف، وممكن توصل لحروب. بقينا عايشين في نفس البلد لكن مش تحت نفس السقف. ويمكن المشكلة مش في الاختلاف، المشكلة إن ما بقاش فيه فناء يجمعنا. مرت الأيام والقاهرة اتغيرت والسلاطين راحوا والدنيا اتبدلت، لكن الوكالة فضلت واقفة شاهدة إن الرزق مش بس فلوس، الرزق ناس. ومن ساعتها الناس بتسأل إيه اللي لم الشامي على المغربي؟ ويمكن الإجابة مش التجارة ولا المصلحة، الإجابة كانت فناء في النص، سقف واحد، وإنسانية جمعت المختلفين. النهاردة كل واحد قافل على نفسه أوضته، بنضحك في وش شاشة الموبايل أكتر ما بنضحك في وش بعض. يمكن بقى عندنا بيوت أكبر لكن فناء أقل، عندنا تواصل أسرع لكن معرفة أضعف. وكالة الغوري واقفة من 500 سنة بتقول لنا الاختلاف مش عيب، الاختلاف طبيعي. التجار في الوكالة ما حاولوش يغيروا بعض، ما حاولوش يفرضوا معتقداتهم على بعض، وعلمونا إن الاختلاف ممكن يكون تكامل مش فرقة. وفي شهر رمضان، شهر التسامح والرحمة، ممكن نتعلم من الوكالة دي إننا نقبل الاختلاف ونحترم الآخر ونبني جسور بدل ما نعلي أسوار، ونبطل نسأل إيه اللي لم الشامي على المغربي، ويكون السؤال الحقيقي دلوقتي إيه اللي ممكن يلمنا إحنا مع بعض. ممكن فناء، ممكن عدل، ممكن شوية إنسانية، ممكن قبول الآخر واحترام الاختلاف. ودي يا سادة كانت وكالة الغوري في يميش رمضان، تحفة معمارية وعبرة أخلاقية. ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا